تطلع حضرتك امام الاف المشاهدين وتقول والله شمر بن ذي الجوشن شيعي؟ ها؟ ما تستحي من الله تكذب على الله؟ ما تستحي؟ اما تخجل من الله حينما تلقى الامام الحسين عليه السلام وتتهم الشيعة بقتله وانتم القتله؟ ها؟ ثم ياتي الاخر يقول والله اهل الكوفه في صحيح البخاري، اهل الكوفه كانوا زبيريه، كانوا يتبعون الزبير في صحيح البخاري. اخواني اعزائي المشاهدين، صحيح البخاري برقم 3458 عن عبد الله بن ابي مليكه قال: كتب اهل الكوفه الى ابن الزبير في الجد فقال: اما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كنت متخذا من الامه خليلا لاتخذته انزله ابا، يعني ابا بكر، ياخذون الحكم والفتيا من الزبير. ابن الزبير شيعي؟ ابن الزبير شيعي؟ طيب الان تحدي لكم، انا ما اريد غير اثنين، اثبتوا لي شيعي واحد دعا الامام الحسين عليه السلام وخذله كما ذكرتم، اثبتوا لي شيعي واحد خرج الى قتال الامام الحسين، والله ما اطلع باي برنامج بعد، اقسم بجلال الله، اعتزل الحوار الى يوم القيامه، وفرصه لكم تخلصون من واحد. اعتزل الحوار الى يوم القيامه، وهذا التحدي من سنين وسنين وسنين وسنين. اسم شيعي واحد خرج الى قتال الامام الحسين، والله الذي لا اله الا هو والذي رفع السماوات بغير عمد، اعتزل الحوار اطلاقا ولا اتكلم ولا اكتب ولا احرق. خلينا نعطيك شيعي واحد فقط، شيعي بالدليل، شيعي واحد اسمه زين، والدليل على انه شارك في قتال الامام الحسين. يلا تستطيعون؟